الو رنا، انت عارفه ان انا استلمت البيت بتاعي. اللي انا لسه واخداه. بصي، انا مش هلاقي حد اثق فيه غيرك ان هو يمسك لي موضوع التشطيب. انت اختي وحبيبتي. انت عارفه انا دلوقتي بره مصر ومش هقدر ان انا اجي دلوقتي خالص، وعايزه لما انزل انا والولاد يكون البيت خالص عشان اقدر ان انا اقعد فيه. اه، خلاص. انت بقى تبقي مسؤوله تجيبي كل صنايعيه، وانا هقول لك انا عايزه اعمل ايه، وانت اتصرفي في الباقي. طبعا طبعا انا عارفه ذوقك عامل ازاي. اوكي. على راي مدام امينه شلبايه، مرفوض 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 مرفوض. يعني يا جماعه، يعني انا هقول لكم بقى على الجديد. ياسمين عز بقى. اتيكيت التعامل مع البيت. اتيكيت ان انت تجيب مهندس او مصمم داخلي يصمم لك بيتك. مش معقولة الناس، انا بشوف مهازل وناس بتيجي تشتكي، وناس بتيجي تقول انا جبت، كان في حد هو اللي ماسك لي البيت والله يسامحه، وحد تاني اصلا انا بصراحة تقلت عليه قوي، ولا تقلت عليها قوي. هي اختي بس هي عندها شغلها وانا بسيبها شغلها علشان خاطر تيجي في المواعيد بتاعتها او بتاعت الصناعية عشان تقف معاهم. يا جماعة الكلام ده مرفوض. احترم بيتك، احترم بيتك الجديد. في ناس بتبقى شارية بيوت، وبشوف بعيني غالية جدا، وما بتجيش تدور على مهندس غير بعد لما تلاقي كوارث، وناس بتخسر بعض في عائلات بسبب المواضيع دي. بييجوا يلاقوا حاجات هما مش دي اللي هما كانوا عايزينها، ولا هما هو ده اللي هما عايزين يعملوه في البيت، وبيضطروا ان هما يقبلوا، وفي نفس الوقت بيزعلوا مع بعض. فاعمل تصميم لبيتك، اعمل آه لو في تعديلات معمارية اعملها على حسب احتياجاتك. واللي هيساعدك في كل ده مهندس، مهندس ديكور، مش حد من العيلة يا جماعة. يعني وفي حاجة اسمها تصميم، وفي حاجة اسمها انك مش اللي رايح. لو انت، في ناس على فكرة بتبقى عايشة في مصر، واللي رايح واللي جاي بتدخله معاه البيت علشان خاطر يقول لها ايه رأيك فيه، واذا كان حلو ولا لا وعاجبك ولا لا. هو ماله على فكرة، هو ماله؟ انت اللي هتعيش في البيت حضرتك، احتياجاتك غير احتياجاته. بتعصبوني ليه دلوقتي؟